تعالي اقولك على اهش واطرى عجينه للسينابون. اوعدك انك لو جربتي الطريقه دي عمرها ما هتفشل معاكي، ولو التزمتي بكل النصايح اللي انا هقولها. شايفين هشه وطريه ازاي؟ انا بفتحها لكم عشان اوريكم قد ايه هي مستويه من جوه ومش مكتومه ولا لازقه في بعضها، كمان كل واحده لازقه في التانيه، وبوريكم قد ايه هم مستويين ومش معجنين، والارضيه بتاعتها متكرمله ومتحمره حلوه قوي. الوصفه دي الفولورز عندي طبقوها وقالوا لي انها احلى من بره. ان شاء الله العجينه تطلع ناجحه معاكي 100%. ويلا بينا نبدا الوصفه. هجيب بولة كده للعجن، وعندي نص كوباية من اللبن الدافي، وبعد كده احنا هنكمل عجن بمية دافية. ضفت عليها نص معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر. انا استخدمت سكر حبيبات عادي، وهقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما الخميره تدوب. اهم حاجه ان اللبن يكون دافي، وبعد كده المكونات اللي احنا هنضيفها تكون بدرجه حراره الغرفه عشان الخميره تتفاعل وتخمر. عندي هنا بيضه بدرجه حراره المطبخ، عليها رشه من الفانيليا ومعلقه صغيره من الخل، 3 معالق كبيره من الزبده، وممكن تستبدلوها بزيت، بس الزبده تدي لها طعم حلو قوي وكمان بتخلي العجينه طريه اكتر. هقلب بقى كل الخليط ده كويس جدا مع بعض، وبعدين هضيف نص كيلو دقيق انا نخلاه وضايفه عليه رشه من الملح. هنحط بقى محسنات العجينه دي عشان تديها طعم احلى، معلقتين كبار من اللبن البودره، معلقتين كبار من الكريم شانتيه وممكن ظرف كريم شانتيه، ونص معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهخلطهم كده مع بعض. وهكمل عجن بميه دافيه، مفيش مقدار معين للميه، انا بحط شويه بشويه كده لحد ما العجينه تلم معايا. انا بس مبدئيا حطيت نص كوبايه من اللبن الدافي عشان ادوب فيها الخميره، اما الميه بنكمل بيها عجن وبنحط شويه بشويه لحد ما العجينه تلم معايا. انا هقلبها بس كده عشان اشربها الميه، وبعدين هعجنها لحد ما توصل معايا للقوام ده بالظبط. العجينه بنعجنها كويس على ايدينا. عايزه اقول لكم عجينه السينابون من احلى المعجنات اللي ممكن تعجنوها، بتبقى سهله كده عكس اي معجنات تانية، وقوامها بيكون ناعم كده واملس، وريحتها حلوه قوي. هي عموما معجنات الحلويات بتكون كده. هسيبها تخمر بقى. انا بقى بعمل حاجه حلوه قوي في الشتاء عشان اخليها تخمر بسرعه، بدفي الفرن وادخل البوله فيه واقفل الفرن، فبتخمر في وقت اسرع. بعد ما خمرت بقى فردتها على الكاونتر، وهبدا افردها كويس لحد ما تبقى زي المستطيل. عايزه اقول لكم العجينه طالما خدمتوها كويس قوي في العجن وارتاحت كويس في التخمير هتبقى معاكم حلوه جدا وطريه، وابدا مش هتتعبكم في الفرد. بعد ما فردتها بقى جبت شويه زبده، تقريبا تلت كوبايه من الزبده. هي الزبده المفروض تكون لينه، بس انا حطيتها في الميكرويف فساحت قوي، بس الطريقه دي بتخليني ان انا متمكنه اني اوزعها اكتر على العجينه، وفي نفس الوقت مفيش حتت تكتل هنا او هنا وحته تانية تبقى فاضيه، فبوزعها كويس وبعد كده هي بتجمد. وبعدين هوزع عليه السكر. انا بوزعه بالطريقه دي، ما بلتزمش بمقدار معين، بوزعه لحد ما اغطي العجينه كلها بالسكر. اهم حاجه السكر يكون حبيبات ناعمه، عشان لو استخدمتوا سكر حبيبات خشنه مش هيدوب في الفرن وهيبقى معاكم كده مقرمش بعد كده في السينابون وانتوا بتاكلوه، فمش هيبقى طعمه حلو. بعد ما غطيت العجينه كلها بكميه السكر، عندي هنا نص معلقه كبيره من الكاكاو الخام. الكاكاو هنا بيعزز طعم القرفه وكمان بيديني لون غامق حلو. هنضيف نص معلقه كبيره بس مش هنكتر عشان ما تمررش معايا، وبعد كده بوزعها بالمصفى كده. الطريقه دي بتتوزع احسن كتير قوي من ان انتوا تحطوها بمعلقه. وبعدين معلقه ونص كبيره لمعلقتين من القرفه، ده على حسب ذوقكم، بس انا بكتر شويه من القرفه عشان تديها طعم وريحه حلوه. انا بكبس على الخليط كده بالسباتولا عشان يلزق ببعض ويمتزج ببعض، وبعد كده بلفها رول. حاولوا وانتوا بتفردوا العجينه دي ما تفردوهاش كتير قوي، لاني في النهايه عايزه اوصل ل 12 قطعه من السينابون، يعني عايزينها لا رقيقه قوي ولا سميكه قوي. سمك العجينه هيفرق معاكم بعد كده في الفينش بتاع السينابون وشكله هيطلع عامل ازاي في الاخر. بصوا بقى، انا بحب اقطع السينامون رولز بالخيط. الخيط حلو جدا وبيخلي شكلها ما بيتغيرش خالص عكس السكينه. السكينه بتاخد العجينه وبتنزل لتحت وبتشوه شكلها. شايفين هنا الخيط بيقطعها بطريقه متساويه ازاي؟ هجيب بقى صينيه الخبز بتاعتي 20 في 30 وهرص فيها وحدات السينابون. انا قسمت الرول على 12 قطعه، لازم نسيب بينهم شويه مسافات بس مش كبيره قوي عشان لما تخمر وتزيد في الحجم. نجاح تسويه السينابون بيكمن في المرحله دي، لازم نسيبه يخمر ساعه او ساعتين عشان يتضاعف حجمه جدا، ولما يدخل الفرن ما ياخدش وقت كتير في التسويه، لانه لو اخد وقت كتير في التسويه هينشف جدا. اما لما بيخمر كويس وبيتضاعف زي ما انتم شايفين كده، فكده تقريبا هي قطعت نص التسويه، فلما تدخل الفرن مش هتاخد وقت كتير وهتطلع، وطالما ما اخدتش وقت كتير فهتبقى طريه معاكم زي ما شفتوها في اول الفيديو. حاجه كمان، هما لما بيلزقوا في بعض ده بيحافظ على شكل السينابون انه يطلع متساوي بعد الخبز، اما لو سبتوا مسافات كبيره قوي بينهم لما تخمر وتتخبز هتطلع لكم اشكال غريبه. هتدخل فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 رف وسط لمده تقريبا 25 دقيقه، ولو هتستخدموا صينيه بايركس حطوا تحتها صينيه الومنيوم عشان توزع الحراره كويس. وهي في الفرن كده هنحضر الصوص. عندي هنا نص كوبايه من الجبنه الكريمي. الجبنه الكريمي كده بتبقى ملحها خفيف شويه. ضفت عليها ربع كوبايه من اللبن الباودر وربع كوبايه من السكر الباودر، وبعدين هضيف عليهم معلقتين 3 كده من الميه عشان اخفف قوام الصوص شويه، وهضربهم بالهاند بلندر او الخلاط. اهم حاجه عندي ان الصوص يكون سميك مش خفيف عشان يمسك على السينابون شويه وما ينزلش لتحت.
وهنا بقى بعد ما السينابون استوى 100% واخد لون حلو جدا، اول ما يخرج من الفرن هغطيه كده تقريبا لمده 10 دقايق. تغطيه السينابون بتخليه طري، وفي نفس الوقت لما يكون دافي واحط عليه الصوص ما يسيحش عليه جامد. يبقى انا خليت السينابون بتاعي دافي والصوص بتاعي سميك، فكده الصوص هيبقى ثابت معايا فوق السينابون ومش هيسيح وينزل لتحت. وده الشكل اللي بتشوفوه في المحلات الجاهزه. ولو حسيتوا ان الصوص خف معاكم زودوا جبنه كريمي ولبن باودر. هنا بعد ما وزعت كل كمية الصوص زينتها بقى بصوص كراميل. صوص الكراميل كان جاهز، تقدروا طبعا تعملوه في البيت، بس انا بختصر الموضوع عشان السينابون كفاية اصلا بياخد وقت. وممكن تزينوه بصوص شوكولاتة. ضفت عليها عين جمل اختياري، بس عين الجمل بيليق جدا مع صوص الجبنة والكراميل. وبس كده، انا كده قلت لكم على العجينه، النصايح، طريقه التسويه، ازاي نخليها طريه. عايزه اقول لكم بعد ما بتقعد شويه عادي بتجمد شويه بسبب البرد، قبل ما تاكلوها دفوها في الميكرويف هتبقى طريه تاني وزي الفل. اعتمدوا الوصفه دي، انا متاكده انها هتعجبكم. انا كده خلصت الوصفه بتاعتي، اتمنى تكون عجبتكم. استنوني في وصفات تانية جديده. مع السلامه.